السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. مثل ما شفتوا اليوم قعدت من الصبح وبديت بغسل البالكونات. طبعا قبل كل شيء حبيت اشكر صديقنا وصديق العائلة ابي سليمان، طبعا هو تركي. طبعا اشكره اني على القهوة، دائما يدزلنا هذه القهوة، فعلى اليوتيوب انا ما منزلتها. كملنا حبايب قلبي مثل ما شفتوا، كملت غسل البالكونات. ليش هسه انا اقول لكم ليش؟ اليوم قعدت شوية مرتاحة مثل ما يقول، مزاجي مو رايق، بس قلت يلا خل نكمل يومنا والحمد لله على كل حال. طبعا اليوم غسلت البالكونات. ليش حبايب قلبي؟ لانه ام الشقة صاحبة الشقة قررت انه تبيع الشقة. اي والله تبيع الشقة. فاني قلت خاف يجون تعرفون الجو متقلب عندنا، يوم مطر يوم تراب يوم مطر، فبين فترة وفترة اغسلهن. فقلت الصبح خلي اقوم اغسل البالكونات حتى يجون يشدون اللافتات ويكتبون دار للبيع. اي والله دار للبيع، شو اسوي بعد؟ مو ملكنا مو بلدنا. فبما انه كملت القهوة وكملت غسل البالكونات، هنا راح نسوي معجنات تركية. هنا نقول بسم الله. خليت كاسة من الحليب الدافي، كاسة من المي، أخاشوكتين شكر وبيضة. طبعا هاي تعلمتها من المطبخ التركي كذا مرة، أنا قلت لكم حبايب لأنه درست المطبخ التركي. فهذه المعجنات دائما نسويها الصبحية. هنا راح أخلي فانيلا وظرف خميرة ورشة من الملح وباكيت بيكنج باودر، وطبعا خليت رشة من الخل، وراح أخلي هنا تقريبا نقول خاشوقتين من الزبدة، وخليت كاسة من الزيت. وهنا هذا الخل طبعا ضروري تخلوه حتى يقتلكم الزفرة. هذه دائما نسوي حبايب قلبي مثل ما قلت لكم من كنت أداوم بالكورس مالت الطبخ التركي، فكلش طيبات وتنفعكم للمدارس، تنفعكم عصرونية، وتنفعكم أيضا للفطار أو الريوق. كلش بسيط. هنا راح أتركها تتخمر. هنا بالنسبة للحشوة أنا عندي مرتديلا برشتها، وعندي جبن موزاريلا أيضا برشته. طبعا أنا قبلها كنت مسوقة وهم راح أشوفكم المسواق اللي سوقته. وبالنسبة للتوابل خليت نعناع وفلفل أسود والشطة المجروشة. ملح ما أخلي لأنه أريد هيك يعني المرتديلا هم بيها شوية مادة من الملح، والموزاريلا حلو نقول. وهنا بالنسبة للسمسم حمصته، هم راح أخليه على صفحة، وعندي هنا راح أغمسها أو أدهن وجهها بالدبس. هذه الطريقة كلش حلوة بالنسبة للناس اللي ما تحب البيض وزفار البيض. هم طبعا النتيجة مالته أفضل من ما ندهن المعجنات بالبيض. هنا شوفوا العجينة حبايب قلبي عبالك قطن، والله العظيم قطن. فاتبعوا هاي الطريقة وتنفعكم أي حشو اللي انتو تحبوها. تريدون بالجبن، تريدون لحمة مثرومة أو دجاج مثروم وتتبلوه، كلش كلش طيبة. شوفوها شلون هاي الفطاير التركية تاخذوها من المحلات بعد هاي، بل هذه أطيب والله العظيم، جربوها كلش طيبة. هنا راح أسوي قسم طولانيات وقسم دائري مثل الدائرة. أسوي شلون الترتيب، شلون الصمون حتى ما يراد لها شيبك بالإيد نقدر نفتحها. هنا أشوفوا بعد ما طبعا إذا خمرتوها بعد تطوها يعني مجال التخمير هم تكون النتيجة أفضل. هنا أشوف راح أغمسها بالدبس، أي دبس، بس أنا شوية خففت مي. هنا راح أغمسها بالسمسم. شوفوها كلش كلش طيبة، يعني شلون ما احكي لكم، يعني فعلا فعلا طيبة. هنا اشوف راح اخذها على الفرن على درجة 180 فوق وجوا. هنا حمصتها ويا سلام سلام. طبعا ما طلع عندكم بالتصوير، انا فتحت لها شوية فتحات بالسكين حتى يصير شكلها احلى. شوفوها شلونها، والله تلوق لحلقكم. سووها وادعوا لي. عبالك قطن والله العظيم. أي حشوة اللي تحبوها سووها واطمئنوا على المقادير، راح تطلع وياكم مضبوطة.
وحتى لو تحتفظون بيه بالفريز، أنا سويت كمية ما شاء الله وفيرة، وقسم خليته بالفريز وقسم خليته للطلاب. وهنا طبعا تعالوا دا نشوف شلون أبونا الحج الله يعطيه الصحة والعافية راح جاب لي من الماركت العفو. طبعا شقولكم لا تعيبون على العربانة مالتي، خربانة، بس مالي خلق مرات أسوق، مالي خلق أجدد. شوفوا المسواق هذا حبايب قلبي اللي جبته. طبعا شقولكم بالنسبة اللي طلعوا من تركيا، وافق الله نجاكم من تركيا وغلا تركيا، فلا تحسبون على تركيا. تركيا حبايب قلبي مو مثل قبل، والله العظيم صار الأسعار نار نار والله. يعني هذا المسواق كله جبته الله شاهد 100 دولار. ها شوفوا، على شامبو على بيض، احنا من نوع نحب البيض. يعني شغلكم هواي سوقت. يعني قلت له لأبونا ايش قد؟ كان يقول لي والله 100 دولار. ومثل ما قلت لكم هذا كان فيديو يا حبايب لليوم، وادعوني ان شاء الله بلكة الله اشوف لي مكان، بلكة الله يعني يعطف بحالي وبحال عائلتي، والله يكون يطلعنا على بلد تكون نرتاح به. حبايب قلبي اذا عجبكم الفيديو اتمنى تسوون لايك واشتراك وتفعلون الجرس حتى كل شيء جديد يوصلكم من قناة اكلات همام. وشوفوا هنا طبعا نظفت وكملت وكانت تمطر. حبايب قلبي لا تنسون مرة ثانية باللايك والاشتراك. ولهنا نختم هذا الفيديو وياكم القصير ونقولكم مع الف سلامة.